السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعين قناتنا نهوم. يا رب تكونوا بخير داخل وخارج مصر. بحبكم كتير في الله. النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل كيكة الجزر. تجيبها كده تجيلها كده، هي كده جميلة كده وبتتعمل كده. كيكة الجزر كيكة فيتامين سي، كلها فيتامين سي. شايفين الجمال، شايفين الحلاوة، ما شاء الله لا قوة الا بالله. شكل جميل وطعم جميل وريحة جميلة، ما شاء الله لا قوة الا بالله. وهنحط لها الايه الشربات العسل، والطعم جميل والشكل جميل والقوام جميل وكل حاجة جميلة، ما شاء الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. ونشوف معانا ايه. معانا حبتين جزرة متوسطين، ومعانا دقيق 400 جرام، ومعانا لبن 150 جرام، ومعانا 4 معالق سكر عشان طبعا الشربات مش هنكتر السكر. هنقشر الجزر ونقطعه دوائر اي شكل يعني تقطعيه، وهنسلقه. هنضيف له كوبايه ميه وهنسلقه. وطبعا معانا حبتين بيض، ومعانا معلقه نشا كبيره، ومعانا معلقه بيكنج باودر صغيره مليانه، ومعانا كمان معلقه خل، ومعانا رشه قرفه ورشه ملح. وهنضيف المكونات، جزء بقى من المكونات الاول هنضربه في الكبة، وبعد كده هنكمل بقية المكونات حبة حبة مع بعض كده، وخطوة خطوة مع بعض كده، وان شاء الله تطلع احلى كيكة. وهننخل الدقيق دلوقتي اللي هو 400 جرام، ومعلقة النشا الكبيرة، ومعلقة البيكنج باودر الصغيرة المليانة، ورشة القرفة ورشة الملح. تمام كده. وهنضربها كويس في الكبة، وهننزل الجناب كده عشان الخليط كده يبقى متماسك وجميل اهو. ما شاء الله شايفين هو ده الخليط بتاع كيكة الجزر. وهنجيب قالب وهندهنه بالمادة الدهنية اللي انت عايزاها. انا دهناه هنا بالزيت نباتي، وهنضيف له شوية رشة دقيق كده، وهنفضه كده شوية. وبعد كده هنحط فيه بقى خليط الكيكة الجميلة دي اللي تخلي الاولاد ياكلوها، اللي ما بيحبوش الجزر. والجزر بيقوي النظر، والجزر كله فيتامين سي. نزلنا الخليط كله كده في القالب بتاعنا، نخبطه الخبطتين بتوعنا، وهندخله الفرن على درجة حرارة 180 درجة. هنحطه في صينية، والصينية مش هتبوظ ولا حاجة، ما تخافوش، عشان نتحكم بس في مسكة القالب. وهيطلع معانا بالشكل الجميل ده القالب، قالب كيكة الجزر. طبعا هنفرغه من الجناب كده، هو متفرغ يعني الحمد لله ما لزقش ولا اي حاجة. وهنقلبها تمام كده. والصينية هي الحمد لله ما حصلش فيها اي حاجة. تمام. والقالب بتاعنا اهو اتقلب على طول، وبرده ما فيش اي حاجة لزقت في القالب، وبقى بالشكل الجميل بتاعنا ده وبالطعم الجميل، وبألف هنا وشفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في فيديو جديد سهل وسريع ومفيد. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.